أسعار وتخفيضات مكسرة الدنيا فين؟ في كارفور. فإحنا رحنا قلنا نعمل جولة كده ونشوف الأجهزة اللي هناك ونشوف الأسعار عاملة ازاي. بالنسبة كمان إن إحنا دلوقتي في شهر 12 وداخلين على 1/1، يعني داخلين على السنة الجديدة. 1/1 ده إيه؟ ده عيد ميلاد كارفور، بيعمل فيه كل سنة تخفيضات عالية جدا ومناسبة لأي حد أو على حسب ما بنسمع. فقلنا نروح كده نتفرج وناخد جولة، وبعد كده نروح له تاني يوم 1/1 ونشتري اللي احنا عايزينه. بس زي ما انتم شايفين كده حاجات بسم الله ما شاء الله، حاجات روعة. فانا قلت اما افرجكم معايا وخشوا خدوا جولة وشوفوا بقى الحاجات الجميلة اللي انا مصورها لكم، مع اني كنت رايحة متأخرة والله. بس يا رب الفيديو يعجبكم. زعلانة ليه؟ تعالي نسمي بسم الله ونصلي على سيدنا النبي ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. مبدئيا كده احنا يا جماعة بنصور من تحت الترابيزة. يعني ايه بنصور من تحت الترابيزة؟ يعني هو ممنوع التصوير. بس بمناسبة بقى 1/1 اللي احنا داخلين عليه، قلت تعالوا بقى خدوا فكرة عن الحاجات اللي جوه كارفور. يعني أسعار زي ما انتم شايفين كده، والأطقم الجميلة وأجهزة جميلة وكل حاجة هناك. والله حلو على فكرة يا جماعة. الغلا مش هنا، أي نعم هو الأطقم دي غالية طبعا لأن الغلا دخل على كل حاجة ما سابش حاجة. بس ممكن تلاقوا هنا أسعار أقل من بره. شايفين الطقم الروعة ده؟ الطقم ده جامد من الآخر والله. طبعا هيكون عليه تخفيضات لأن احنا سألنا، قالوا كل الحاجات المعروضة دي في شهر 1 بيبقى عليها تخفيضات. تخفيضات كام في المية السنة دي أنا معرفش، أنا ما أقدرش أحدد لأن السنة دي مختلفة غير كل السنين اللي فاتت. طقم الحلل ده برضو جامد جدا. يعني ما شاء الله عجبتني الحلة تقيلة كده واستلس، وعلى فكرة مش غالي. يعني ب2300 متهيألي أو 2200. شايفين الحلة دي؟ الحلة دي حلة يعني حجم عائلي ب2300. حلو. الفواكه بقى خلينا ما نرجع بها يا جماعة، أنا مش جاي للفاكهة أصلا، احنا جايين ناخد فكرة بس. احنا كنا معديين من جنبه، فالأولاد قالوا يا بابا معلش دخلنا كارفور، ومش عارفة ما دخلوش خالص بصراحة. فرحت واخداهم قلت له خلاص يلا نخش بقى ونجيب لهم أي حاجة يشربوا، عصير أي حاجة وخلاص. جوه بصوا حاجة ضخمة، جوه فيه كافيهات ومطاعم. يعني مش ان انتوا تشتروا بس، يعني والله العظيم حاجة بصوا هتشوفوها دلوقتي. المول هنا ضخم يعني غير كارفور اللي بره. يعني او يعتبر كارفور ده هو كارفور الأم، يعني حاجة ضخمة من الآخر. الحاجة ساعة بيبسي دي ب15 جنيه إلا ربع، بره بتتباع ب17 جنيه. وكلها نفس النظام، يعني كل حاجة أقل من بره ما شاء الله. والتونة نفس النظام. التونة في اللي سعرها نازل 2 جنيه وفي اللي جنيه، أقل من بره. بس احنا لو هنروح عشان جنيه و2 جنيه هنفكر في ايه؟ هنركب بمواصلات يعني. شايفين ازازة الزيت عافية برضو 3 كيلو، هي 2 رتل ونص، مش 3 كيلو، ب99 يعني 100. حتى الراجل منسيش الزي الرسمي، الزي الرسمي بتاع اي ست مصرية. المقشة والمساحة والجردل اهم حاجة دول. لا بجد والله الاسعار حلوة. مش هو في غلا في كل حتة يا جماعة، عشان ما تقولش انت كل ده بتقولي حلو. طب ما هو غلا في كل حتة، بس هنا سعر اقل من بره بس مش اكتر. بيبقى فيه توفير اقل من بره. يعني انا اوفر في الحاجه جنيه و2 جنيه. احنا بنتكلم على برضو الحاجات بتاعه الغسيل والكلام ده كله الحاجات الغذائيه بس. انما الاسعار بتاع اللبس والحاجات اللي هتشوفها التانية دي، دي اسعار بقى انا معرفش بقى ايه اللي معرفش الصراحه. انا بكلمكوا على الأسعار اللي يعني اللي تهم ست البيت. إنما لبس الحاجات دي برضو اللي هو البامبرز دوت الحفاضات بتاعة الأطفال. أنا ما عنديش أطفال الحمد لله. آخر حاجة عندي المقروضة ريتاج جاي زي ما انتوا شايفينها كده، طايرة في المول هنا، ومصطفى رخر اهو طاير. هم عمالين يجروا دخلوا عند قسم اللبس وشغالين بقى ايه يلفوا حوالين نفسهم زي ما انتوا شايفين كده. اللي بيدوروا على جاكيت، اللي بيدوروا على سويت شيرت، وفي الآخر برضو مش هجيب لهم حاجة. بس ما بتوريني برضو سويت شيرت. يعني هي الهدوم يعني مش للدرجة، يعني مش عجبتني. حتى برضو الأحذية آه ما سابش حاجة، مش عايز حد يمشي حافي يعني. يعني هو زي ما بيقولوا كده من الإبرة للصاروخ.
بس انا ما شفتش الصاروخ ولا سألت على الإبرة، يعني خلينا في اللي قدامنا يا جماعة. بصوا خدوه يوم كده يعني ترفيهي كده. هنا اشتريت طرحة من دول سمرة ب55 جنيه، حلو. انا كنت شاريها من فترة يعني نفس النوعية، يعني برضو ب55، بس دي من فترة يعني بقالها كام شهر. تدخلي المدارس. بصوا ما سابكمش والنبي، ما نسيكوا ابدا، دندشكوا كده ودلعكوا، يعني من كله زي ما بيقولوا، واسعار حلوة برضو. مش بنعمل دعاية ولا حاجة والله. الواحد لما بتعجبه حاجة يعني بيحب يوريها للناس. هنا الدفاية من دول عاملة 225 جنيه، برضو خامتها حلوة. خامتها حلوة وألوانها هادية. البنطلون عامل 70 جنيه أو حاجة و70 جنيه، بس هو يعني هو حاجة و70. هنا الشاشة زي ما انتم شايفين 9300، 42 بوصة. التلاجة دي بصراحة يعني محطوطة كده من عرض من بره، ما سألتش عليه لأن احنا كنا رايحين الساعة 11:30 بالليل، احنا كنا معديين من هناك زي ما قلت لكم. فيعني رايحين في آخر نص ساعة، رايحين في الوقت بدل الضايع زي ما بيقولوا. والبوتيجاز ما شاء الله، الله أكبر، بجد روعة، حاجات جميلة. يعني لو حد حابب يروح بقى، والتخفيضات والأسعار بتاعت أول السنة يروح. بس بجد المول هنا ضخم. انتوا بتلعبوا بقى صح؟ طبعا مصطفى شايف كل واحد حاطط بنته وحاطط ابنه جوه العربية دي، راح قال احط لي تاجر اخرى زيهم. بس بجد المول زي ما انتم شايفين كده حاجة بسم الله ما شاء الله. يعني زي ما قلت لكم، بص حاجة تحفة، زي ما قلت لكم ده الأم. هنا كارفور ده يعتبر المنبع، أكبر كارفور في مصر. ده انتوا اللي هتشوفوه بقى دلوقتي ايه اسمه ايه الجراج بتاع العربيات، انا نسيت اسمه. يعني بجد يعني ده انا متهيألي اكبر من اللي جوه. ايه يا عم ايه يا عم اللي انت عامله ده كله، شايفين؟ دي مساحة، ولسه اصور لكم فوق كمان مساحة. عايزه اقول لكم ان بالنهار يعني في الوقت اللي بيبقى شغال فيه كارفور، احنا يعتبر احنا ماشيين كده خلاص، والناس كلها مشيت. الناس كده خلاص ماشية. مفيش حد بالنهار ما بيتلاقيش مكان ان انتوا تركنوا في العربية. شايفين فوق وتحت؟ يعني ده احنا كده فوق. حتة العربية اللي حيلتنا فين؟ ايوه هي هناك اهي. بصوا ما شاء الله، ملك تاني. يعني بجد احنا بناخدناها زي فسحة من الاخر. ريتاج بص مش عايزة تمشي. هنا كده بقى احنا نازلين من الباركن فوق، اوريكم الباركن اللي تحت ما شاء الله عامل ازاي، بجد روعة. انا عاجبني الباركن اكتر من المول، يعني الباركن بصراحة شكله ما شاء الله، يعني حاجة هتشوفوها انتوا بنفسكم. من ناحيتين على فكرة، يعني شايفين الحجم هنا ما شاء الله قد ايه، نفس الحجم من الناحية التانية. وبكده اقول لكم يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وتكونوا خدتوا جولة معانا حلوة، مع اننا كنا رايحين في اخر وقت يعني. بس يا رب الفيديو يكون عجبكم، واقول لكم سلام عليكم يا احلى اخوات.